السلام عليكم، على بركة الله. بغيت شحال من واحد كيقول لي عطيني المقادير ديال الكاطو البلدي اللي كديروه. كاين 2 كيسان ديال سنيده ديال العنبه، حكينا واحد الليمه، قشور الليم، درنا واحد 2 معالق ديال العسل. هو هاد العجينه هادي درناها في الدار، ولكن العجينات الاخرين درناهم يعني طيبناهم في الفران البلدي اللي على برا. هاد العجينه هذه من طلبوني الناس الزينين المقادير على وجههم، درناها في الدار وطيبناها غير في الفران ديال الدار. الخمارات كاينين 4 تاع الخمارات، هنا درنا 3، ولكن واحد اللقطه غادي نبان لكم زدت وحده، غادي نديرو 4 ديال الخمارات في الكيلو. الزيت بطبيعه الحال كما سنيده 2 كيسان. والطياب ديال الفران البلدي ماشي هو الطياب ديال الفران ديال الدار. هنا كما غادي تشوفوا راه تفقس البيض، دارت 4 ديال البيضات، وغادي تبان لكم انها غادي تزيد 2 بيضات اخرين، ولكن غير حنا ما بغيناش نضيعوا بياض البيض، غادي نهزونهم من المح ونخليو بياض البيض مع دوك 4 ديال البيضات باش ندهنوا بهم الكاطو. غنشوفوا 1 2 3 4، ولكن الخامسة والسادسة غادي نحيدو لهم الملح ونخليو بياض البيض. علاش غادي الطرمه تاعها ماشي زين. وتحياتي لكم، وماذا بيا الناس اللي مازال ما تابونايش معايا يديروا واحد الابوني، تفعيل الجرس، واحد الكومونتير تحفيزي، عطيوني الراي ديالكم. هنا راه كترون على الدقيق غادي نديرو على حسب الخليط باش العجينه تجي شويه هشيشه تجي شويه رطبه. هذه راه ماشي زدت ل5، هذه راه غير الاخرى درنا 3 وزدت لها الرابعه. هنا كتخلط الدقيق اللي غادي يسولوني الدقيق كيفاش داير. يمكن على ما اظن يمكن ميمونه، يمكن هكا كتبقى تخلط على حسب العجينه ديال يدها كيفاش تجي، خصها تجي شويه هشيشه شويه رطبه. وانتظروني في الفيديو المقبل باش نوريكم كيفاش جا الكاطو. وتحياتي لكم، وما تنسوش تابوناو معايا حتى في قناتي ديال تيك توك حافظه البركانيه. تحياتي لكم وشكرا لكم. ها هي العجينه كيفاش جات. هنا غادي ندهنوا بصفر البيض ونزيد فوقه شويه سنيده. وتحياتي لكم كاملين، الناس الجهه الشرقيه والجاليه المغربيه فين ما كانوا. تحياتي لكم، تحيه الناس الجزائر، تونس، المغرب العربي كامل، والناس اللي ساكنين في اوروبا. ما تنسونيش بالابوني والاشتراك ديالكم. يلا الله يعاونكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله.